على فكرة الناس اللي عاشت وسط العشوائيات دي مش اختراع دلوقتي. لا مش اختراع طبعا. دي من اللي صنعهم الفترة بتاعت الستينات. ليه؟ لأن كان الرئيس جمال عبد الناصر في كل حي راقي كان بيعمل جنبه مساكن شعبية، نوع من أنواع يعني التكافؤ. فكانت المساكن الشعبية دي طبعا بيسكنها الناس اللي جاية من كل حتة، يعني ما لهمش مكان. فتلاقي وراهم بيظهر عشوائيات، يعني تلاقي ورا مثلا المهندس، ورا العجوزة هتلاقي في حي شعبي. هتلاقي ورا الزمالك ورا هتلاقي ورا المهندسين، هتلاقي ورا حتى في المعادي يعني صحيح كل منطقة. فده من الستينات، فطبيعي بقى لحد ما يوصل لحد التسعينات تظهر بتنمو بقى وبتكتر وبتكبر طبيعي. المواضيع فبتبقى بتظهر اكتر. بس اقصد ان احنا لما شفنا الفيلم شفنا فئة ما كانش متسلط عليها الضوء، علشان يعني كانوا يعني ايه، يعني بيتجاهلوا الموضوع. بس هي وصلت، محدش كان بيتطرق ليها فعلا. زي ما كانوا بيتجاهلوا الأطفال اللي في الشوارع اللي في الإشارات وكده تحت الكباري، ونسبوهم للشارع كأن الشارع ده واحدة ست بتخلف. قال لك ولاد أطفال الشارع ما بيخلفش. مظبوط. دي أولادنا احنا، دي أولاد المدينة. مظبوط. لأن في الريف ما فيش أطفال شوارع، ما فيش الظاهرة دي بالقوة دي. لا. لكن في المدينة هم خلقوا حاجة وتجاهلوها من أول الاسم، ولاد الشارع. فرحت عامل الغابة. طب يعني ما بألفش. لا صحيح انت بتتكلم على حاجات موجودة فعلا. بس طب انت عشت، يعني انت شفت الحياة دي او عشت فيها؟ مع رود الفرج دي سرة مصر، سرة القاهرة. لأن هي يعني بيني وبين وسط البلد محطة، يعني بنتمشى. بيني وبين النيل 3-4 دقايق. بيني وبين أي حتة في مصر قريبة. احنا كنا فوق السطح في النص حضرتك بنشوف القلعة والهرم والمقطم. يا الله، دي كل حاجة لأنه تقريبا. أتخن عمارة ساعتها، يعني في لحد التسعينات، لحد ما عملت المدينة كانت 7 أدوار 6 أدوار. ده يبقى يعني راجل عمل يعني حاجة كبيرة. وعلى فكرة العمارة مش إن هي تبقى برج، يعني دي مش قوة مدينة. ممكن تبقى مدينة أفقية عادي.